باشمهندس فادي، اتفضل. ده أساس حضرتك. مبارك، يا رب تكون بخير. تمام. سريعا كده يعني ممكن أعمل لك شير سكرين بس. ماشي. بص، هستأذنك بس لو تفتح بس البوست بتاعي عشان نزلت صورة. كم وورمنج. تمام، بس هو أنا حليتهم تمام. بس أنا ممكن يكونوا جم معايا باي لك أو لما مسحت حاجة وعملتها من الأول وجديد فظبطت. حلو حلو، تعالى ماشي، يلا بينا. ايوه، انا شفت الصور اهي. تمام. ده انت، بس انت منزل صور عادية. في الكومنتات. بالظبط كده. وانا معاك. ماشي، فكانت أول حاجة كانت في السلم. خليني أفتح برضو البوست بتاعي. كان السلم. تمام. انا ما كنتش فاهم ايه، بس انا مسحت السلم وعملت تاني مم. معايا. انت بتشرح على الزوم. ايوه، قول لي السلم. انا مسحته وعملته تاني ظبط. تمام. تمام، واعتقد انا عرفت انا كنت واقف ايه. كان لما باجي بحرك بسطة نص الدور للكاميرا تبقى ريستد على الكاميرا يعني، فكان بيرحل السلم كله معايا. تمام. فاهمني يعني اه بالدرجات. فاهم. يعني ما كنتش بعمل اتاتش، يعني مش اتاتش، ما كنتش بعلم على البلاطه بس هي اللي تتحرك. فكان بيتحرك الحاجة، فالحاجة كانت بتخش تلاقيها بتعمل الاقي السلم المعماري في حته واللي انا راسمه في حته، فرق بلاطتين، فدي كانت ممكن نقطه. تمام. تمام. تاني نقطه. في اللي هو الاعمده عندي طايره السبورت بتاعها البلاطه مش تمام. فهتلاقي فرق بين العمود اللي في الدور الاول مش مسلم العمود الدور الثاني، فرق 20 سنتي اللي هو سمك البلاطه. فلما عملت سويتش جوين ظبطت، بس انا مش عارف اعمل سويتش جوين ليهم كلهم، فاكيد مش همسك عمود عمود اعمل سويتش لا، جوين. مش اكيد مش هتمسك، بس لو لا في البرنامج بنعمل كده، لكن انت ما بين ايه، ما بين البلاطه وما بين ما بين بلاطه وما بين عمود. يعني بص حضرتك معايا مم. شايفه، يعني ده العمود اللي انا عملتهم سويتش جوين، لكن الباقي دول بص عاملين كده. فانت عايز تشفت. طيب ممكن كده نمسك بلاطه ونعمل مالتي سويتش جوين، بلاطه ومالتي سويتش جوين. آه، بلاطه ومالتي سويتش جوين. بلاطه. ومالتي سويتش جوين. بص، عامه ما تشغلش بالك بالنقطه دي. فين آه مالتي سويتش جوين؟ بص، هخديني ريكويست قدام ان شاء الله في بلجن هنشرحه. في بلجن هنشرحه، فهنيجي من هنا. بص، يعني في بلجن عامه هقول لك ازاي هو يظبط لنا حاجه زي كده لما بنعمل ايه سويتش جوين اوردر. في حاجه اسمها مالتي سويتش جوين. مالتي سويتش جوين دي انت مثلا ممكن تمسك السلاب دي مم. وتروح جاي ماسك صف العمدان ده كده كله مع بعض. ده اللي انا ما كنتش عارف اعمله، بس هو ده. بس لازم وانت بتعمل كده تبقى ظاهر البلاطه بس والعمدان بس، عشان ما تمسكش حاجات تانية فالحاجات كلها تخش في بعض. تمام. بس تمام. خلاص تمام. بالنسبه للجراوند بيم برضو كان لا، الاول اشار السلم. كنت لما بعمل القاعده اللي تحت اشار السلم كانت بتنزل لي تحت الفاونديشن، تحت القاعده العاديه دي خالص. حلو. تمام. حلو. فكنت بطلعها، فكان بيقول لي ان هي متداخله مع القاعده العاديه، مع انها قاعده مسلحه اصلا. اه
فطلعتها تاني المنسوب اللي هو ال70 القاعدة المسلحة. تمام. تمام. فبرضه كان في مشكلة، فأنا عملت ليفل تاني للار سي حلو. معايا، ورسمت مثلا في اللي هو الليفل الليفل اللي هو الجريد ده، اه ونزلتها من الدور يعني لغاية ما وصلت. فده صح برضو ولا؟ لا يعني انا بس عايز اقول لك، انت بص برضو يعني الرسم. هي مظبوطة يعني برضو فاهم. هي ماشي، هي مظبوطه. هي انت راسم دي، انت راسم دي وول صح؟ اه وول ماشي، ما دي ده صح طبعا طالما انت بتتفادى الاخطاء بالشكل ده تمام. بس انا ملاحظ انك انت برضو راسم القواعد كلها مع بعض. بالظبط، ما انا لسه فاهم دي من لا حاجة. خلي كل حاجه لوحدها والدروب انا بس هي لوحدها. ما عملتش مشكلة، يعني هي ما لا هي عملتش مش مشكلة. هتدي مشكله بقى. هتدي مشكله في ايه بقى؟ بص تعالى، يعني هتدي مشكله قدام في المودلز لما الناس تيجي تطلع لوحات، هتلاقي ان في مشكله. تلاقي ان الريفت مش شايفهم غير بلاطه واحده، مع انهم هي 50 بلاطه 50 قاعده. تمام. اه دي كاف واحد ودي في كاف اثنين ودي في كاف الشوب ثلاثه. درونج يعني تقصد؟ لما تيجي تشوف دروب، ولما تيجي برضو في الديزاين، لو الراجل الديزاين عايز يطلع قاف واحد قاف اثنين قاف ثلاثه، ويبقى مم. مكتوب على كل قاعده قاف، او كل قاعده اف واحد، هتلاقي الموضوع مختلف بالشكل ده. تمام. كان عندي برضو سؤال تاني هنا لما عملت الفايل الكاد يعني وكده، مم. انا لقيت الاعمده مرحله عن الدرونج بتاعت يبقى انت يا اما الكاد اترحل، الكاد نفسه هو اللي اترحل، او انت دخلت كاد بص. من الصفر صفر. لا بس انا يعني متاكد من الكاد اللي هو مرحلش، يعني عشان انا حتى بقيت اعمل اونلاين تفاديا لحاجه زي كده. هي طيب مش، انا ما اعرفش هي مش ظاهره معايا دلوقتي ليه، بس هو في لاب الشغل كانت ظاهره معايا. هو الغي تخانات الخطوط. استنى، ها شوف كده. اللي هو فريم مثلا، ماشي. هي كانت باينه عند السلم اهي. اه تمام. في الفاونديشن بقى يعني في فجوه، يعني فجوه ترحيب يعني. ف ده اكيد انصيب. بس برضه حضرتك وانت شغال في الفيديو انا لاحظت ان في ترحيله برضه. دايما بص، دايما الاوتوكاد ممكن يبقى فيه اخطاء. انا باجي انا بظبط اول واحد وايه، بعد كده ما بغيرش، لان الاوتوكاد دايما بيبقى فيه اخطاء. ممكن تلاقي اصلا الكاد بلانات العمدان اللي جايه فوق هي اللي فيها غلطه. انت بتطلع العمود من تحت لفوق، تيجي تحط البلان بتاع الاوتوكاد تلاقي فيه تشفيته في الاوتوكاد. الريفت اللي ما فيهوش غلط. اها. يعني تمام دايما يعني. الكاد يا جماعه مهم جدا، لازم تفهموا النقطه دي كل الناس اللي سامعاني، ان الاوتوكاد دايما هو اللي غلط. ليه دايما هو اللي غلط؟ انا مش بقول بنسبه 100%، بس ب 50% الاوتوكاد غلط. الناس اللي شغاله اوتوكاد او الديزاينر اللي شغال اوتوكاد، حصل شيفتنج بسيط مش هيسمع عنده، هو بيشتغل 2 دي بس، فما بيبانش معاه التشفيت احنا بنشتغل 3 دي، فانا شايف ان العمود ده طالع من تحت لفوق مختلف. فممكن تلاقي في الاوتوكاد حصل ترحيل للعمود، كان هيبقى في المكان ده بس ما بقاش في المكان فحصل شيفت. ف... فعادي دي بتحصل يعني. يعني حاجه زي كده هي، يعني العواميد طالعه مع بعض زي ما عملت لهم خلاص انسرت يعني. سيبك من الكاد، سيبك من الكاد يعني. تمام، يعني دي ما فيهاش مشكله كده. انت قدام يا جماعه، انت المراجع على الاوتوكاد. لا هو بص، هو انا ملاحظ ان في شيفتنج عندك يعني. بص استنى لي كده، بص اهو شايف ده. انا ملاحظ ان الكاد بتاع الفاونديشن حصل شيفت عندك بالغلط. انا وهقفل البن عشان ما يتشفتش. بص بقى، ده يا نهار ابيض، ده في حته تانيه خالص. طب استناني كده نجيبها بالجريد اللاين. لا كده خلاص، ده هو كده في، يعني مش عارف في بقى. حاجه في الكاد صح، اصل ده انا في كده نفس في هي الكاد. نفس التشفيته دي اه
ما اعرفش طبعا مع الزملاء برضو حصل معاهم حاجه زي كده، بس انا فاكر ان ما كانش فيه حاجه. وانا يعني شفتها مع حد برضه هو فاتح سكرين، اه وانا متاكد ان انا شفتها في فيديو من فيديوهات حضرتك. خلاص، نفس العمود فاونديشن ده. يبقى هي دي غلطه اوتوكاد مش غلطه من عندنا يعني. خلاص تمام. تمام. والاعمده اللي هي من المترحله دي اعمل لها مالتيبلاي سويتش جوين وخلاص. بالظبط. تمام.